فقط أبناء البادية، جميع. إنما جميع المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية هم أبناء العشائر، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورسولنا الكريم أيضا يقول، وهو يعتز بنسبه وبعشائريته، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأسيادنا الهاشميين وعلى مر التاريخ قرشيين إلى أن وصلوا إلى جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، حفظ الله ورعاه، عندما يخاطب أحدهم شعبه يبدأ بالأهل والعشيرة. أول ما يتكلم يقول الأهل والعشيرة، فالجميع يعتز بالعشيرة، لأننا في الأردن جميعنا عشيرة واحدة، جميعنا أبناء وطن، أبناء عشيرة واحدة، لا فرق بين هذا وهذا، إلا بقدر ما يعطي وينتج ابن العشيرة. ماذا يقدم؟ نعم، ماذا يقدم لوطنه ولعشيرته ولبلده. لكن للأسف هناك أيدي خفية تحاول أن تجعل العشيرة والعنف صنوان. تحاول أن تجعل العشيرة علاقة يعلق عليها نعم. كل الانحرافات والانجذابات لبعض الناس الخارجين على القانون بحجة أنها أساءت للوطن، ولا يعلم بأنه هو أساء للوطن عندما ينشر على إعلام عربي وإعلام عالمي بعض الترهات والمجون وعدم احترام للمهنة الإعلامية، ويصيغ هذا الجهبذ منشيتاته ليخرج بنتاج. من أنت؟ لم يستعمل اسم عائلته عندما وضع هذا المقال، عندما صرح. هذه الصدمة التي هو أتمنى. فعلا لو سألنا هذا الإنسان وقلنا ما اسمك، يعطينا اسمه الأول واسم عشيرته، لا يقول أنا فلان ابن فلان. لذلك هو ابن عشيرة، ولو وقع في أي مشكلة أو أي أمر ما لجأ لعشيرته. الذي ينتقدها هو الآن، حتى عشيرته بالذات هو ينتقدها. هذا ما فعلت فيه الدولارات وغيرها وغيرها. القضايا المشمولة بالإجراءات العشائرية شيخ، حابين نبسطها ليفهمها مجتمعنا. ما هي القضايا؟ ما هي الإجراءات؟ ما هي العطوة؟ ما هي الدخالة؟ بدنا إياها بأسلوب سلس حتى يعرفوا الآن بين الحداثة وبين البادية وبين الريف ماذا تقدم العشيرة من إطار حماية وأمن وصيانة للعرض والدم والمال في دورها ووجودها. يا سيدي، في عام 1985 صدرت وثيقة اختصرت جميع أو اختصرت بعض الإجراءات العشائرية، واقتصرتها على 3 قضايا فقط. وهذه القضايا هي القتل العمد والعرض وتقطيع الوجه، وأجمع عليها جميع شيوخ ووجهاء المملكة الأردنية الهاشمية، ونالت موافقة جلالة الملك الراحل المغفور له الحسين بن طلال رحمه الله. الله يرحم جلالة سيدنا. أما بخصوص العطوات، فتعريف العطوة هو بداية هو هدنة مؤقتة تؤخذ لمدة محددة، يتم أخذها من ذوي المجني عليه لصالح الجاني وذويه، وتؤخذ بواسطة جاهة يرأسها أحد شيوخ القبائل أو أحد الوجهاء، ويكون فيها كفيل للوفاء وكفيل للدفع.
أما أنواع العطوات فعندنا العطوة الأمنية. العطوة الأمنية ومدتها 3 أيام وثلث، وتسمى المسربات المهربات. تؤخذ من ذوي المجني عليه لصالح الجاني وذويه، ليتمكن من خلالها من الرحيل بعيدا عن مكان سكن ذوي المجني عليه والدخالة عند أحد شيوخ العشائر. وهذه العطوة تؤخذ من قبل الأمن العام، وكما قلت لك هي يعني الهدف منها أنه تمكين الجاني وذويه من الوصول إلى مكان آمن. هي حفظ دم يعني. نعم. بعدها تأتي عطوة الاعتراف، وهي تعني اعتراف المجرم بجريمته كاملة، وأيضا تؤخذ من ذوي المجني عليه لصالح الجاني وذويه بواسطة جاهة كريمة بيرأسها أحد الشيوخ أو أحد الوجهاء كما قلت، وأيضا فيها كفيل وفاء وكفيل دفا، وتؤخذ أيضا لمدة محددة. تؤخذ لمدة محددة. أيضا في عطوة الحق. وعطوة الحق يعني تعني عدم اعتراف المجرم بكامل الجريمة أو بجزء منها، بحيث أنه يكون معه أحيانا شركاء، يعترف أنه أنا معي شركاء، وتكون شبه مضلولة، فتؤخذ لابد من جلسة حق. يعني معلومة غير دقيقة يا نعم، لابد من جلسة حق، وتسمى بعطوة الحق، وأحيانا تسمى عطوة تفتيش. إذن هي محكمة عشائرية متكاملة. نعم. نعم، هي محكمة. هي قبل المحاكم النظامية كانت المحاكم العشائرية. نعم. هذه العطوة. نعم. تأتي هناك عطوة الإقبال. عطوة الإقبال. عطوة الإقبال، وهي تعني استقبال ذوي المجني عليه لجاهة الصلح، وتتم عادة في آخر أيام هذه العطوة، ويجري الصلح فيها. إذن انتقلنا من العطوة الأمنية إلى العطوة الاعتراف، إلى عطوة الإقبال، الحق، ومن ثم الإقبال، ثم الإقبال. نعم. ثم الصلح. نعم. إذن هنالك سياسة مقسمة صريحة لها معالم واضحة تم الإجراء عليها بمواعيد محددة. نعم. لإنهاء وحقن الدم أو هذا. عندما حددت هذه القضايا الثلاث، نحن بعد دراسة جميع الأبحاث وما نشر، صدقا هي أعطت أهمية ودور واضح للشيوخ، لأنه لا يجوز أن يكون هذا الشيخ يتدخل في قضية سرقة أو في قضية كذا أو كذا أو نصلح على قضية كذا. إذن هنالك ترقي، هنالك رؤية لدور العشيرة، هنالك وضوح، هنالك دور مهم في قضايا رئيسية نراها. بكل أمانة أنتم كان لكم دور واضح في حل مسألة علقت سنوات طويلة في محافظة الزرقاء ونحن نذكرها وكتب عنها الإعلام بين عشيرة وإخواننا الشيشان أو الشركس، وطالت الأمور ولم يتم حلها، وحكمت أحكام طويلة جدا بالمحاكم الحقوقية، ولكن عند تدخلكم، وهذه ليست مجاملة، تم حلها وتم دفع وتم تأطير الأمور وتهدئتها وحلها، رغم أنه يمكن أحد الأطراف أو جميع الأطراف لم تتفق في يوم وتركت المحاكم السين والجيم، ولكن عندما أتت العشائر حقنت الدم وأعطت الحق وراحت الأنفس وهدأت الجو، والآن يعيشون أهل وبيت واحد. هذا يشهد لكم فيه وليست مجاملة. شيخ بكل أمانة، هل تعتبر تهمة أن يحيل الجهاز التنفيذي مثلا زي الأمن العام أو الداخلية إلى العشيرة قضية لحلها؟ يا سيدي، هي القضايا العشائرية عادة تحل عن طريق العشائر. الأمن العام هو جهاز تنفيذي، لكن يعني هذا الدور هو دور الحكام الإداريين.
دور الحكام الإداريين في هذه الأمور. الأمن العام جهاز ينفذ ما يطلب منه. لكم دور رديف للقانون في المحاكم؟ بالمحاكم النظامية هل يحال لكم بعض الأدوار؟ القضايا العشائرية هي تساعد المحاكم النظامية وتسهل عليها بحل القضايا. ما شاء الله. نحن نعيش الآن جو هو من سمح لبعض الإعلاميين في الأمس أحد القنوات والإذاعات العربية تقول هذا المجتمع البدوي الرعوي وحاشا لله، ونحن يمكن كان لنا رد سريع جدا رغم أنها إذاعة عربية فوجئنا فيها تصيغ وترمي باتهاماتها، فشرحنا لهم معنى الرعوي ومعنى العشائري. لعل المذيعة تعيد النظر في أنها هل هي رعوية أم عشائرية، وأظن أنها اقتنعت بأنها رعوية لأنها تلفظت ومست خط أحمر في الدولة الأردنية، وسمحت هذا الجو الذي نعيشه من الأزمة من العنف ما يحدث في المحافظات والجامعات وإلى آخره، ومن أن هو يعتبر أسبابه بكل أمانة وصراحة الوضع الاقتصادي الذي مسحة الرحمة جلالة الملك في أول أمس، ووضع إيده على الجرح بكل سرعة الحمد لله لراحة المواطن الأردني، ولم يترك وينتظر بعض التقارير الحكومية، بل وضع ما يريح هذا المواطن الأردني، أعطاه جزء من يعني منحه الثقة في دولته أنه خذ حقك ارتاح. هذه التخفيضات نحن رأينا في الجو العام كإعلام محايدين الابتسامة، الفرح، الراحة النفسية فرقت عند المواطن الأردني لما يشتري الإشي هذا في إشي. عندما يأتي رأس الهرم في الدولة ويعرف بأن السكر والشاي والدجاج والكذا والكذا تخفيضه كذا، هذه كانت صدمة للجميع. أنا بالنسبة لي لم أرى رئيس دولة في العالم. في الأمس الرئيس التونسي اعترف بأنه مسؤولين وخدعوا، كانت صدمة. ولكن لم أرى رئيس دولة في العالم، وليست مجاملة لجلالة الملك، يعرف دقة الأمور في دولته ويعرف حتى ما يضايقه في الأسعار ويصدر قراره وإرادته الكريمة بأنه يجب 1 2 3 نفذ يا حكومة، وحقن الأزمة التي كانت تتأجج واستغل